الطلاق مش معناه ان حقوق الزوجة راحت. ناس كتيرة اول ما بيحصل الطلاق بتفتكر ان خلاص حقوق الزوجة راحت، لكن الحقيقة ان في حقوق مهمة جدا زي مثلا نفقة العدة او نفقة المتعة او مؤخر الصداق وقائمة المنقولات اللي هي القايمة، نفقة الاطفال لو في اولاد. المشكلة الكبيرة ان في ناس كتير وقت الخلافات تمضي اوراق وبتتنازل بسهولة وبعدها تكتشف انها ضيعت حقوق مهمة جدا. واخطر غلطة هي الاعتماد على الكلام فقط. يقولولك ما تقلقيش هتاخدي حقك، لكن بدون ورق واثبات الكلام لوحده ما بيكفيش. خلي بالك جدا، كل حالة قانونية بتبقى مختلفة ومش اي كلام من الناس يبقى قانوني. علشان كده اي خطوة بعد الطلاق لازم تكون بهدوء وفهم، لان ورقة واحدة ممكن تغير حقوقك كاملة. وقول لي في كومنت في رأيك اكتر حق الناس بتجهله بعد الطلاق ايه. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واعرف حقك قبل ما يضيع، وتابعني عشان ما تغلطش الغلطة دي.